ما تمسك العقل كده شوية. امسك العقل يا صاحبي، عشان انت عارف صاحبك غشيم وما بيعتمدش. طبعا احنا لو عايزين نترجم مصطلح امسك العقل بالانجليزي ما ينفعش نقول hold your mind، لان دي هتكون word for word translation او زي ما بنقول ترجمة حرفية. اصلا مصطلح امسك العقل احنا بنستخدمه كاسلوب تهديد. ليه؟ عشان تقول لحد لم نفسك او فوق لنفسك او حتى اعقل الكلمة قبل ما تقولها. عشان كده في الانجليش احنا عندنا في expressions كتيرة نقدر نستخدمها عشان يدي نفس المعنى. اقدر اقول you better think straight. Alan, you're not thinking straight. You're not thinking straight. You're not thinking straight. تقدر تقول think twice. But think twice. don't push it. Don't push it. Don't push it. Don't push it. get a grip. Get a grip. Get a grip. Get a grip. weigh your words. You have to weigh your words. Words have gravity. look before you leap. Maybe you want to look before you leap, huh? Look before you leap. One must look before one leaps. تمام؟ فعايز تهدد حد وتقول له امسك العقل لما تلاقي كلامه مش جاي على هواك، فتقدر تستخدم اي واحدة من الاكسبريشنز دول وامسك العقل. ورمضان مبارك.